صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ABC سانتي. اليوم راح نحضر مع بعض السيرو او الشيرة او القطر اللي يكون مناسب لجميع الحلويات ديالنا، ولكن مناسب لجميع الحميات، سواء حمية كيتو او اي حمية خالية من السكريات، حمية مناسبة لمرضى السكري، مرضى السيلياك، مرضى الالتهابات. هذا السيرو راهو بديل السكر المحلى او السيرو المحلى العادي. المكونات تاعو سهله وصحيه ايضا. اول حاجه راح ناخذ الكاسرونه ديالي او الاناء نتاعي، راح نوضع فيه مقدار كاسين من الماء، ماء عادي، الكاس بمقدار 240 ملل. راح نضيف له هذا المكون هذا اللي راح يتقل لي ويعقد لي السيرو تاعي او الشيره تاعي والقطر ديالي، واللي هو الصمغ العربي. البنات راني واضعه بزاف، منزله بزاف فيديوهات على فوائد الصمغ العربي، سواء للمعده، للكلى، للجهاز الهضمي، للامعاء، للبشره، للشعر. يعني بزاف فيديوهات راهم في القناه على الصمغ العربي، وحتى روتيني انا وكيفاش انا نستعمل الصمغ العربي في اليوميات ديالي يعني لعلاج الالتهابات. راح نوضعوا هذاك الصمغ العربي في الماء ونخليه، نقص له النار ونخليه يغلي. النار نقص لها كامل ونخليه يغلي ويطيب على خاطره. اما بالنسبه للتحليه، يعني المكون اللي راح يحليها لي اللي هو سكر ستيفيا، انا نستعمل هذا المنتوج هذا يعني بهذا الشكل هذا. يعني كاين منه ساشيات، تباع ساشي كبيره، وكاين منه كبسولات. انا بيان دي كومبريمي، انا ما نستعملش هادو، نستعمل هاد البواطه هذه. كتشوفوا الكميه فيها قداش قليله، هذا يعني انه هاد الكميه هي اللي مناسبه لينا. البنات ما تشوفوش انه خلاص صبنا بديل السكر العادي راح نستهلكوه بكميه كبيره، وهذا الشيء خطا. راح نستهلكوا كميه قليله فقط باش ما يرتفعناش السكر في الدم. الوغ انا هنايا في السيرو ديالي راح نستعمل مقدار 3 حتى 4 ساشيات صغار. كتشوفوا الكميه قداش، راح ناخذ فقط 3 الى 4 ساشيات، وراح نقص له كامل ونخليه يعقد على خاطره. الحين نتاكد انه الماء هذوك 2 كيسان رجعوا لي كاس واحد فقط، يعني هذيك الكميه تاع الماء اللي وضعتها مقدار كاسين راح ترجع لي، يعني راح تتبخر وترجع لي كاس واحد، وراح نشوف انها عقدت. وشعل الماء قاعده تبردت، شعل الماء راح تعقد وراح تتقال. فهمتوني يا البنات؟ هنا ممكن انكم تنكهوها مثلا معلقه صغيره من عصير القارص او عصير الليمون، ممكن ماء الزهر، ممكن ماء الورد، ممكن اي منكه انتو يكون مناسب ليكم وما يكونش محلى، ما داخلش فيه تحليه اصطناعيه. ايضا راكم تشوفوا هنايا الصمغ العربي كيفاش داب لي كامل. هنايا انا استعملت عصير القارص، وهدايا ماء زهر. هنا كتشوفوا كيفاش انا القطر تاعي بعد ما برد لي تماما ممكن اني نحلي به اي حاجه نحبها ويدخل لي في جميع الحلويات اللي نحبهم. راهم موجودين ايضا في القناه. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم، والى اللقاء.